اغلب الموهوبين بيفشلوا في حياتهم لا بس دي كلمة قاسية جدا جدا، ولكنها حقيقه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لا ليه؟ ده كده انت زعلتني جدا. لا ليه؟ الموهوب والمبدع رهينة مزاجه. مزاجه حلو مهم. هيشتغل حلو، مزاجه وحش مفيش ابداع. بس في مبدعين عندهم ديسيبلين وعندهم التزام. هو المبدع عموما مش ملتزم، المبدع بيجبر نفسه على الالتزام. مهم. يعني حضرتك لو اشتغلتي مع اي حد في اي مجال ابداعي، في مصطلح كده يقول لك انا عندي كريتيف بلوك. يعني ايه كريتيف بلوك؟ يعني الغزاله مش رايقه عشان تطلع حاجه. وانا من الحاجات اللي باسل اللي علمها لي، باسل الكناني اللي علمها لي. انا طول عمري شايف ان انا مش موهوب في الخناقات وفي الضرب. مهم. باسل كان بيخليني اكرر الضربه 1000 مره مثلا، لحد وما يعني كان واحد يقول لك بقى مش عايز بقى جو جاكي شان وبتاع، انت راجل رجلك طويله، هتضرب برجلك بالطريقه الفلانيه، ما تخترعش. وكان بيقول لنا حاجه كده، يعني يقول لك بروسلي يقول لك انا ما بخافش من الراجل اللي اتدرب على 1000 ضربه، بس هترعب من الراجل اللي اتدرب على ضربه واحده 1000 مره. مم. ودي الايشو اللي الناس الجديده بتقابلها، اللي هم الفريش جراديوس دلوقتي بيقابلوها. كل واحد عايز يبدا، كل واحد انا عايز اعمل ابلكيشن، انا عايز ابقى زي مارك زوكربيرج. يا عم ايه ده بس كده على نفسك.